ايه اللي ممكن يحصل لو كنت محاصر في مكان كله خطر وكل خطوة بتاخدها ممكن تكون اخر خطوة في حياتك؟ تخيل انك في قطر بيسافر من مدينة للتانية وفجأة الدنيا بتتقلب على بعضها. الرعب الحقيقي مش انك تكون لوحدك، الرعب في انك تبقى محاصر وسط كائنات متعطشة للدم ومستنية منك غلطة صغيرة عشان تخلص عليك. النهاردة هنتكلم عن واحد من اكتر الافلام اللي هتشدك من اول لحظة لاخر ثانية، فيلم ترين تو بوس. لو بتدور على فيلم مليان اكشن وتوتر وتضحيات يبقى الفيديو ده معمول ليك. بس الاول هات كوباية الشاي بتاعتك وتعالى نتفرج على الفيلم مع بعض، وما تنساش تعمل لايك وفولو وشير للفيديو وسبسكرايب في القناة لو انت متابعنا على اليوتيوب. فيلمنا بيبدأ بمشهد لسواق شاحنة داخلة منطقة معمول لها حجر صحي بعد ما انتشر فيها فيروس غامض وبيخبط بالغلط غزالة كانت بتعدي الشارع. في الاول بنفتكر ان الغزالة ماتت، لكن فجأة بعد ما الراجل بيمشي بنشوف الغزالة بتقوم من تاني وبترجع تتحرك وعينيها بتكون بيضة. وده يا صديقي اول لمحة للي ممكن يحصل للبشر بعد كده في باقي فيلمنا. وبنتنقل بعد كده لمدينة سول وبنتعرف على الشخصية الرئيسية سوك، وهو شاب ناجح في شغله كمستثمر مالي لكنه فاشل في علاقته ببنته واللي اسمها سوان. ومن اول لحظة بنلاحظ ان سوك مهتم بنفسه وشغله اكتر من اهتمامه ببنته، وده باين في طريقة تعامله معاها. سوان في عيد ميلادها طلبت من ابوها طلب بسيط جدا، انها تسافر تشوف والدتها اللي عايشة في مدينة بوسان بعد ما والديها انفصلوا عن بعض. في البداية سوك بيقول لبنته ان هو مشغول ومش عايز ياخدها لوالدتها، لكنه تحت ضغط من بنته ووالدتها بيوافق في الاخر. حنفي تنزل المرة دي. حنفي خلاص هتنزل المرة دي. وبنشوف في تاني يوم الصبح سوك وبنته بيجهزوا نفسهم للسفر على متن القطر اللي رايح لبوسان، ومع وصولهم لمحطة القطر بنبدأ نتعرف على باقي الركاب اللي هيلعبوا ادوار مهمة في الاحداث. فبنتعرف على سانج هو وهو راجل ضخم بجسم رياضي، وزوجته سو يانج اللي بتكون حامل في شهورها الاخير. ده كمان في مجموعة من لاعبي البيسبول الشباب اللي من ضمنهم يونج كونج وجين هي. يا عم ايه الاسامي دي؟ اللي هي زميلته في الفريق واللي في علاقة صداقة ما بينهم. صداقة. بالاضافة ليهم بنشوف شخصية يون سوك وهو مدير تنفيذي اناني جدا مهتم بنفسه وبس ومش بيهتم بمصلحة اي حد تاني. كل الشخصيات دي بتكون موجودة على نفس القطر، وده بيجهزنا لرحلة مثيرة مليانة رعب وتوتر. يا عم اخلص، عايزين نتفرج على الفيلم. القطر بيبدأ يتحرك من محطة سول باتجاه مدينة بوسان، وكل شيء في البداية بيبان طبيعي من حلاوة البدايات. لكن فجأة بنشوف واحد من الركاب اللي دخل القطر قبل ما الابواب تتقفل بلحظة، ملامحها مراهقة وعينيها غريبة. الركاب التانيين مش بياخدوا بالهم منها في الاول، لكن بعد فترة قصيرة بتبتدي تتشنج وتتحول بشكل مرعب لزومبي. الموضوع بيبقى صعب اول ما الزومبي ده بيعض حد من الركاب، والعضوة بتتنقل بشكل فظيع وسريع جدا. كل شخص بيتعض بيتحول في ثواني قليلة، والقطر اللي كان مليان ناس طبيعية بدأ يتحول لعالم من الفوضى والخوف. الركاب بيجروا في كل الاتجاهات وكل واحد بيدور على طريقة للهرب من الكارثة اللي حصلت فجأة دي. ووسط النوش اللي بيحصل ده بنشوف سوك وهو بيكون تركيزه الوحيد هو حماية بنته سوان. في الاول بيبان عليه انه مش مهتم بحد غير نفسه وبنته، وبيحاول يهرب للعربية الخلفية بعيد عن الزومبي. في الجهة التانية سانج هو بيلعب دور الراجل القوي اللي بيدافع عن زوجته سو يانج. بعد دقايق من النوش اللي حصل ده مجموعة من الركاب بتقدر تحتمي في واحدة من عربيات القطر الامنة، وبنلاحظ ان الزومبي مش قادرين يفتحوا الابواب، وده بيخلق لحظة من الراحة المؤقتة للناجيين دول. لكن التوتر والخوف لسه مستمرين لانهم محاصرين والفيروس بينتشر بسرعة في باقي العربيات. الركاب اللي نجوا في اللحظة دي بيكونوا سوك وبنته سوان وسانج هو وزوجته سو يانج يا دين امي وبعض الناجيين التانيين، وكلهم بيحاولوا يخططوا لخطوة النجاة اللي جاي. عشان نعرف يا صاحبي ان مش لازم. وبنلاقي المتحدث الرسمي باسم القطر بيقول ان القطر هيقف عند محطة اسمها ديجوان، وهيكون الجيش هناك بانتظارهم عشان يحميهم من اي حاجة ممكن تحصل. وبيأكدوا ان اول ما القطر يقف الكل ينزل منه بسرعة. واول ما القطر وصل لمحطة ديجوان الركاب كلهم كانوا متحمسين ومتوترين في نفس الوقت بعد كل اللي شافوه في القطر واللي مروا بيه، وكانوا فاكرين ان المحطة دي هتبقى سبب نجاتهم من الكابوس ده. وبمجرد ما نزلوا من القطر حسوا ان الجو غريب جدا. المحطة تقريبا كانت شبه مهجورة، مفيش اي صوت ولا حركة، وكأن المكان مهجور من زمان. بدأوا يمشوا بحذر وكل واحد فيهم كان عينه وسط راسه. ولما بيقربوا من السلالم الكهربائية هنا بتحصل الصدمة. بنشوف الجنود اللي كانوا جايين ينقذوهم وهم المفروض كانوا هيحموهم اتحولوا كلهم لزومبي، وبمجرد ما حسوا بوجود الركاب انطلقوا ناحيتهم جري. المنظر كان مرعب جدا، الزومبي كانوا بيتحركوا بسرعة كبيرة جدا 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 زي الوحوش وكأنهم بيندفعوا ناحيتهم بلا رحمة. الركاب بدأوا يجروا في كل اتجاه وكل واحد فيهم بيقول يا لهوي الحقونا، وبيحاول برضه يلاقي طريقة عشان يهرب بيها. لكن المشكلة ان الزومبي كان في كل مكان وكانوا بيتحركوا بسرعة شديدة، والكل بيجري ناحية القطر بسرعة. زوجة سانج هو والبنت الصغيرة بيركبوا، لكن سانج هو وسوك لسه ما وصلوش ليهم. المشكلة بتيجي لما المدير التنفيذي بيبدأ يزعق للمضيف وبيقول له اطلع بالقطر احنا هنموت لو سبتنا، بالانجليزي يعني. وفي ناس تانية بتبكي
بتقول لسه في ناس مننا جايين بالانجليزي برضه. للاسف المضيف بيسمع كلام المدير التنفيذي وبيبلغ القائد ان هو يغادر المحطه دلوقتي، وفعلا القطر بيتحرك. سوك وسانج هو بيجروا باقصى سرعه عشان يلحقوا القطر. سوك بيركب ومعاه واحد تاني لاعب تنس واللي اصحابه تحولوا لزومبي، اما سانج هو بيجري ورا الزومبي وبيقدر في اخر لحظه ان هو يركب القطر. وبكده كل اللي ركبوا القطر بيكونوا متفرقين في عربيات مختلفه، كل مجموعه في عربيه لوحدها. وبعد كده مرات سانج هو بتتصل بزوجها وبتوصف له مكانهم فين بالظبط، فبيتفق هو وسوك والشاب الثالث ان هم يتحركوا بسرعه عشان ينقذوهم، وبيبتدوا يتحركوا ناحيه الزومبي ويضربوهم، لكن العدد كبير والموضوع صعب جدا. بعد شويه وقت بيقدروا يعدوا من العربه الاولانيه، وهم في نص المعركه القطر بيدخل نفق، وده بيكون في صالحهم لان الزومبي مش بيعرفوا يشوفوا في الضلمه، يعني بمعنى صح عينك ما تشوف الا النور. وهم بيجروا ناحيه الباب اللي قدامهم، واخيرا بيوصلوا عند زوجة سانج هو واللي معاها، وبيتفقوا ان هم يتحركوا لما يوصلوا للنفق الجاي. وفي النفق اللي بعده بيحدفوا شنطه بعيد عنهم، والزومبي بيجروا ورا الصوت زي اللهبل بالظبط. لكن المشكله ان الباب قدامهم مقفول، وبقيه الناس والمضيف مش راضيين يفتحوا لهم، فبيحاول واحد منهم يخبط الباب لحد ما كسره. ولما بيروحوا جري ناحيتهم بنشوف المدير التنفيذي الاناني واللي كان هو قائد المجموعه اللي قفلت الباب ومش عاوز يفتح ليهم، وكان مصمم انه يحمي نفسه باي طريقه، نفسي حتى لو ده معناه انه يضحي بالباقيين. يا اخ يا راجل يا وسخ. فسوك وسانج هو بيحموا الباقي من ظهرهم زي اللي بيعملوه صحاب العريس في فرحه، وانتوا عارفين بيعملوا ايه. وفي اللحظه دي المجموعه بدات تدرك ان مفيش مفر غير ان هم يضحوا، وفعلا سانج هو وصل لمرحله ان هو قرر يضحي بنفسه علشان مراته الحامل والناجيين التانيين. بس هنا بتحصل مشكله، في واحد من الزومبي عض ايد سانج هو. هنا اللحظه مؤثره، سانج هو بيقول لسوك انه لازم ياخد زوجته ويمشي، وبيقرر ان هو يحاول يوقف الزومبي ويقفل الباب بنفسه عشان ينقذهم. سوك بيبص له بعين مليانه اسف وبيقول له سامحني بالانجليزي برضه، وبيمشي مع زوجة سانج هو اللي بتبص له وهي بتعيط. واخيرا المجموعه اللي مع سوك قدرت تفتح باب العربيه وتدخل وتقفله قبل ما الزومبي يلحقوا. واول ما دخلوا سوك هجم على المدير التنفيذي واتخانق معاه لانه قفل عليهم وكان ممكن ينقذ باقي الناس اللي كانوا معاه. لكن المفاجاه ان المدير التنفيذي قام وادعى ان سوك مصاب، وطلب من المضيف والناس اللي في العربيه ان هم يطردوه، وفعلا طردوه. فسوك ومجموعته راحوا للعربيه اللي بعدها، وبعد شويه نجح الزومبي ان هم يدخلوا العربيه اللي سوك ومجموعته سابوها، وبداوا يعضوا في كل اللي في العربيه. وسوك والمجموعه اللي معاه سمعوا كل حاجه في نفس الوقت. سواق القطر بيحاول يتواصل مع محطة مدينة بوسان لكن مفيش اي رد، وده بيأكد ان الفيروس انتشر في كل مكان. فسوك بيكلم بنته وبيقول لها ان هو هيوديها لامها مهما حصل، وبتيجي مكالمة لسوك من مساعدة كيم اللي بيطمنه ان الوضع في بوسان مستقر وان المدينة قدرت تدافع عن نفسها. فجأة القطر بيقف بسبب حاويات وقعت على السكة، فالقائد بيقول لهم ان هم لازم يستنوا فريق الانقاذ او يدوروا على قطر تاني. فالسواق نزل يدور على قطر بديل، وسوك والمجموعة اللي معاه نزلوا وراه عشان يلحقوا القطر التاني. في الوقت ده المدير التنفيذي والمضيف بيحاولوا هم كمان يخرجوا عشان يروحوا للقطر التاني، لكن المدير التنفيذي بيخون المضيف للمره التانيه وبيزقه قدام الزومبي وبيطلع يجري. وفي الناحيه التانيه سوكو والمجموعه اللي معاه بيحاولوا يهربوا بعد انفجار قطر جنبهم وبيتفرقوا عن بعض. ولما سوكو وبنته وزوجته سانج هو والراجل الكبير بيحاولوا يهربوا، بنشوف الراجل الكبير بيضحي بنفسه عشان ينقذهم من الزومبي، وبيفضلوا يجروا لحد ما قدروا يوصلوا للقطر اللي كان ماشي، والزومبي بيجري وراهم. فسوك بيدافع عن اللي معاه وبيضرب الزومبي لحد ما عرفوا يركبوا القطر. ونيجي بقى لاخطر لحظه في الفيلم، لما سوك لقى نفسه في مواجهه مباشره مع المدير التنفيذي اللي اتحول لزومبي. المدير اللي كان طول الفيلم بيحاول يهرب ويضحي باي حد عشان يحمي نفسه بقى دلوقتي هو الخطر عليهم. سوك كان عارف انه لازم يتصرف بسرعه عشان ينقذ بنته وزوجته، والصراع بينهم وبين المدير كان عنيف جدا. في اللحظه اللي قدر يتخلص منه فيها اكتشف ان هو اتعض من الزومبي. المشهد ده كان مؤثر جدا عليا انا عزيزي المشاهد كمان، لان سوك عرف ان نهايته قربت لكنه كان مصر انه يحافظ على بنته ويحميها لاخر لحظه. بص اللي ما كانش مهتم بيها في الاول يا دين امي. المشهد اللي ودع فيه بنته سوان كان من اكتر اللحظات الحزينه في الفيلم، وهو بيقول لها ان هو بيحبها وبيطلب منها تاخد بالها من نفسها وهي بتعيط ومش عارفه ازاي هتسيبه. اللحظه دي كانت محزنه جدا عزيزي المشاهد، لانه كان عارف انه مش هيقدر يكمل معاه وانه مضطر يرمي نفسه من القطر عشان ما يتحولش قدامها. وبعد ما سوك ضحى بنفسه القطر كمل طريقه عادي، والناجيين اللي كانوا في العربيه هم سوان وزوجة سانج هو. المشهد الاخير كان مؤثر جدا، ده فيلم كله تاثير سيد الفاضل. لما القطر وصل بوسان والجنود اللي في المحطه شافوا الناجيين من بعيد وكانوا فاكرين ان هم زومبي والجنود كانوا هيخرموهم، لكن سوان بدات تغني الاغنيه اللي كانت بتغنيها لابوها، وده اللي خلى الجنود يعرفوا ان هي لسه انسانه، ويطلع الجنود يجروا ناحيتهم عشان ينقذوهم. وبيخلص فيلمنا هنا. ولو عجبكم الفيلم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الافلام، وباخد بالك وانت رايح تركب القطر المره الجايه.